دور إسرائيل في اشتعال المنطقة والحرب على إيران. منذ سنوات طويلة تعتبر إسرائيل أحد أهم العوامل المحركة للتوتر في الشرق الأوسط، لكن في السنوات الأخيرة تصاعد دورها بشكل غير مسبوق، خصوصاً فيما يتعلق بالصراع مع إيران، ما جعل المنطقة تقف على حافة انفجار واسع قد يتحول إلى حرب إقليمية شاملة. أولاً، لماذا ترى إسرائيل إيران تهديداً وجودياً؟ إسرائيل لا تنظر إلى إيران كدولة خصم عادي، بل كتهديد وجودي مباشر لعدة أسباب. دعم إيران لحركات مسلحة معادية لإسرائيل مثل حزب الله في لبنان وحماس والجهاد الإسلامي. التقدم الإيراني في البرنامج النووي والذي تعتبره إسرائيل خطاً أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه. الخطاب السياسي والعقائدي الإيراني الذي يرفض الاعتراف بإسرائيل. من هذا المنطلق تبنت إسرائيل عقيدة واضحة: منع إيران من امتلاك أي قدرة نووية عسكرية مهما كان الثمن. ثانياً، الضربات الخفية وحرب الظل. قبل أي حرب معلنة قادت إسرائيل ما يعرف بحرب الظل ضد إيران، وتشمل ضربات جوية متكررة على مواقع إيرانية في سوريا، عمليات استخباراتية داخل إيران نفسها استهدفت علماء ومنشآت حساسة، هجمات سبرانية عطلت أنظمة حيوية إيرانية. هذه العمليات لم تكن عشوائية، بل تهدف إلى جر إيران إلى رد فعل كبير يفتح الباب لتدخل أمريكي مباشر. ثالثاً، كيف تدفع إسرائيل أمريكا نحو المواجهة؟ تلعب إسرائيل دوراً محورياً في توجيه القرار الأمريكي تجاه إيران عبر الضغط السياسي والإعلامي داخل الولايات المتحدة، تصوير إيران كخطر عالمي وليس إقليمياً فقط، الربط بين أمن إسرائيل وأمن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. في كثير من الأحيان تتهم إسرائيل بأنها تشعل شرارة المواجهة ثم تترك العبء العسكري والسياسي الأكبر على واشنطن. رابعاً، توسيع دائرة الصراع في المنطقة. الصراع لا يقتصر على إيران وإسرائيل فقط، بل يمتد إلى لبنان عبر حزب الله الذي يمتلك ترسانة صاروخية ضخمة، سوريا كساحة صراع مفتوحة، العراق واليمن من خلال فصائل حليفة لإيران. أي مواجهة مباشرة مع إيران تعني تلقائياً اشتعال عدة جبهات في وقت واحد، وهو ما يجعل المنطقة بأكملها على شفير حرب واسعة. خامساً، هل تسعى إسرائيل لحرب شاملة؟ رغم الخطاب المتشدد، يرى كثير من المحللين أن إسرائيل لا تريد حرباً شاملة طويلة، لكنها مستعدة لإشعال حرب محددة أو ضربة كبيرة تكسر القدرات الإيرانية، وتعتمد على تفوقها العسكري والدعم الأمريكي لتقليل الخسائر. بمعنى آخر، إسرائيل تراهن على ضربة قاسية وسريعة بدل حرب استنزاف مفتوحة. الخلاصة: إسرائيل ليست مجرد طرف في الصراع، بل عامل تسريع أساسي لاشتعال المنطقة. سياستها العسكرية وضرباتها الاستباقية وضغوطها على الولايات المتحدة جعلت المواجهة مع إيران أقرب من أي وقت مضى. لكن السؤال الأخطر يبقى: هل تستطيع إسرائيل التحكم في نتائج الحرب، أم أن شرارة واحدة قد تشعل حريقا لا يمكن لأحد إيقافه؟